طب انتي ليه رايحة؟ مش عارفة، أنا بحب الصراحة مش حبيبتي تسلمي لي، ربنا يخليكي. لما بروح مثلا بتعزم على اوبننج أو حاجة مش بروح. ما انتي مش معايا؟ مش بتحبي صح؟ فاهماني؟ بس مش عارفة، أنا بحبك وبحب لما عملتي المكان ده حبيته، بحب الناس اللي بتعمل حاجة مختلفة. بحاول ان انا دايما اعمل حاجة مختلفة. نبتدي بقى بايه؟ اولا انا اعتبريني مثلا انا ما اعرفش مين صفر. قولي لي الاول مين صفر؟ يعني انتي عندك كام سنة؟ تحبي تقولي؟ لا 26 لسه صغيرة قوي بجد. لسه يعني انا اعرفك من ايام ما كنتي في الكلية صح؟ ساعة ما كنا بنتكلم زمان كنت في كلية صح؟ يعني انت دلوقتي 26. انا اكبر منك. انا 38. لا مش كتير قوي يعني الى حد ما. لا بس عايزه اقول لك ان من الاسباب اللي انا حبيت ان انا اتكلم معاكي وكده ان انا اعرفك من زمان، فاعرفك من ايام ما كنت بنوته يعني لسه عادي في الكليه او كده. ففكره التطور اللي حصل معاكي وان انت نجحتي فتره تطور قصيره مش كبيره قوي، والحاجات اللي انت كل شويه ايه بتظهري بيها وفي تطور جديد في مكان جديد، فانا حسيت ان انت بتتطوري انت يعني فده بالتالي ده معناه نجاح. فانا بالنسبه لي انت شخصيه ناجحه، فاكيد الشخصيه الناجحه دي في بنات تحب تسمع كلامها، تحب تسمع بتقول ايه، بتعمل في يومها. فاهمه قصدي؟ مش موضوع شخصي قد ما هو ان انا بحب فلانه فببقى حابه اعرف ايه دنيتها كده، عارفه بيبقوا حابين الموضوع ده. قولي بقى بتعملي ايه في حياتك بقى؟ ايه شغلك انت؟ شغل ميك اب ارتست. تمام. عندي برضه حاجه كده صغيره براند عبايات، بس للاسف مش عندي الوقت الكافي ليه. بحاول ان انا يعني ولما يكون عندي وقت فاضي يعني ببقى مركزه فيه شويه. صعب شويه. صعب جدا كمان، حاجات كتيره قوي. بس شغلي الاساسي هو ان انا ميك اب ارتست. تمام، حلو قوي. طيب الحاجه دي بقى هي كانت عندك من وانت صغيره مثلا؟ يعني كل البنات بتحب الميك اب والكلام ده معروف، بس امتى قررتي مثلا ان انا دي الحاجه الهدف اللي انا عايزه مثلا اروح لقدام عشانه مثلا؟ بصي حسيت ان انا مبسوطه وانا بعمل ده. يعني فقلت لا، يعني انا حاسه نفسي في المكان ده، حاسه ان انا اقدر ان انا حسيتي ان هو هدف ان انا اعمل فيه حاجات مثلا جديده، او اقدر ان انا في طاقه كده اللي هو لا عاوزه اطلعها في الحته دي. فاهماني؟ تمام. حسيتي ان دي الحاجه اللي واخداكي قوي؟ ايوه. لان احنا كل بني ادم بيبقى ليه هدف معين بس هو مش عارف، يعني بنفضل طول حياتنا ندور على الاهداف بتاعتنا بس احنا مش عارفين هي ايه. ففكره ان انت قررتي امتى ده؟ انا ما قررتش، هي جت كده نفسي بتاخد. طيب تمام، حلو قوي. طيب مين بقى في الوقت ده اللي كان مصدق؟ كان بصي هو اوزاقك لقدام نفسها. لا ما فيش حد عمل ده بنسبه 100% في الوقت. في اول ما بدأ ما كانش في حد عمل ده بنسبه 100%، لان اصلا كان فكره ميك اب ارتست كانت لسه النشأة يعني. فاللي هو ايه ده، لا ما ينفعش، ما يصحش، والعيله لا ازاي، وليه تبهدلي نفسك اصلا، وليه تشتغلي اساسا. فما كانش في حد. النقطة بتاعت ليه تشتغلي اساسا، ليه تشتغلي اساسا، اللي هي فكرة هو الشغل مش عشان فلوس بس يا جماعة، يعني الشغل حاجة تانية. اكيد الفلوس سبب اكيد لانها بتكمل حاجات كتير في حياتنا. ده طبيعي. بس مش كل يعني هو غالبية الناس اللي هم بيبصوا اللي هو، وخاصة لو انت مثلا شخصية مثلا مرتاحة ماديا او حاجة، طب ليه يا حبيبتي؟ فبالنسبة لاهلي مبدأ الشغل كان مرفوض خالص. بصي 1,000,000%. انت هتبتدي في دراستك وعادي دراستك، وكمان انت اصلا مش هتشتغلي كمان بعد دراستك. انت كنت ايه؟ اخدتي ايه؟ كنت اداء اجتماعي. ملوش علاقة خالص خالص بجد. فما كانش يعني احنا اصلا ما عندناش فكرة في العيلة فكرة الشغل. يعني مامتي مش بتشتغل، خالتي مش بيشتغلوا. مع ان مامتي برضه متعلمه، مش اللي هو جاهله يعني. بس رافضين الفكره نفسها. لا ما عندناش حد بيشتغل، احنا عندنا فكره ما عندناش حد خالص. حتى ولاد خالاتي ما فيش فكره الشغل. لا فهو الميك اب ارتست تمام اللي هي يعني اصلا اللي هو انت بتعملي ايه اساسا. دي كانت حاجه صعبه اصلا يعني فكره. لا ما كانش في حد
اللي هو بيشجعني 100%، لا ما كانش. بس بداتي ازاي بقى؟ خدتي الستيب الاولانيه امتى؟ بصي هقول لك حاجه، انا كنت قبل ما اشتغل كنت بدعي ربنا كتير ان انا اشتغل، واللي هو اصلي ادعي بجد انا عاوزه اشتغل يا رب. انا من جوايا مش عايزه اكمل كده. مش عارفه انا هشتغل ايه، وكنت لسه بدرس وعندي ولاد مش عارفه يعني انا طب ايه. المهم اني كنت بدعي ربنا كتير ان انا عاوزه اشتغل، ما اعرفش ايه الشغل ومش محدده اصلا، وانا لسه بدرس ومفيش قدامي فرصه ولا اي. بس انا بدعي كل يوم وكتير بجد. بس بس انت بتدعي ده يعني ده اللي هو انا عايزه حاجه معينه ولا انا حابه اشتغل؟ انا يا رب سهل لي الشغل، انا خلاص انا عايزه اطلعي بره زون الست اللي هي قاعده في البيت. انت حابه، بس مش عارفه اعمل يعني انا مش عارفه اعمل فاهمين. بس فبعدين بقى ايه كنت بعمل ميك اب اختي صغيره وانزل الصوره اللي هو ايه بعمل قبل وبعد والحاجات كضحك يعني احنا بنضحك مش بنعمل اي حاجه غير ان احنا فعلا بنضحك. ايوه شغل بنات بقى. لقيت كذا بنت تكلمني طب انت تعملي لي ميك اب. طب انا حابه اصلا يعني كان الموضوع بالنسبه لي لا انا حابه ده. بس النقطه دي بقى ماما بقى ايه ماما وبابا وكل الناس لا يعني لا خالص. فاهمين؟ امتى قالوا لك ايوه؟ من قريب من ابتديت ان انا خلاص ابقى بالنسبه لشغلي انا على ارض الصلاه. يعني برضو في الواقع كانوا برضو رافضين؟ طبعا رافضين جدا. انا بقول لك من قريب ان هم يعني ما كنت شغاله بقالك كام سنه؟ ما عدتهمش الصراحه. ايه ده انت مش من النوع اللي بتحتفل مثلا يعني انا مثلا عندي المكان اللي هو مكاني ده بقى له 4 سنين كل ما يوم فتحت فيه بحتفل. حصل مشاكل كتير في النص وقفت. كان عندي مكان قريب من هنا عارفاه ده كان كارثه الحمد لله. فاللي هو ايه ما بقتش اعد بقى بطلت اعد. لا سايباها ماشيه كده. سايباها ماشيه فعلا والله العظيم. انا كنت كل سنه يعني اللي هو في اليوم اللي انا فتحت فيه المكان اعمل اوفر واعمل حاجات بس دلوقتي لا. نسيتي اصلا عارفه اللي هو لا بجد اصلا ليا ذكريات وحشه كده في النص فاهمه. اكلت الحاجات دي انت مش قادره ان هي تمام. يعني هو عامه وصلنا ان انت دلوقتي على ارض صلبه زي ما بتقولي. مين بقى مصدقك يعني بقى بظهرك؟ ضهري من ناحيه ايه؟ يعني اللي هو انا مصدق انا وراكي حتى لو انت يعني ده خلاص انا مصدقك في الحاجه اللي انت بتعمليها وانا وراكي. مامتي طبعا اول حد بنزل صوره حلوه تقعد تقول لي حلوه قوي دي جميله بقت مبسوطه بيكي. ايوه شبه فلانه كده. بس هي يعني برضو حتى وهي مش مصدقاني لا برضو كان بتقول لي لا ده حلو. كانت تقول لي طبعا الام هي الام اكيد هي من جواها عايزه تقول لك مثلا بس يعني اللي هو ايه. بس هي يعني انا بحب عيله ماما قوي ان هم مترابطين يعني انا بحبهم بجد كلهم. ف يعني كلمة بقى من خالته على كلمة من خاله كلمة من بابايا سمع من عمتي على مش عارفة ايه فبدأوا ان هم ايه فمامتي برضو ايه اللي هو برضو خايفة عليا مش عاوزين اتبهدل. اكيد طبعا اكيد اكيد. بس في النهاية لا تقولي ده حلو. بس عايزة اقول لك ان هي فعليا كل حاجة ليها مساوئ وليها مميزات وليها عيوب. انا عايزة اقول لك برضو ان انا لولا امي انا ما كنتش هعرف اعمل اي حاجة. لو هي ما كانت في الاول خايفة هي ايا كان حتى لو مش مصدقاكي ده الطبيعي. كفاية بس فكرة ان انا سايبة الولاد معاها وانا مطمنة ان هي مش بتزهق مني. انت بقيتي ام بدري فاهماني قوي. وانت عندك كام سنة؟ انا كنت حامل وانا عندي 19 سنة. صغيرة قوي. او ما كملتش 19. حسيتي بايه بقى لما فجأة كده بقى معاكي ولاد؟ حسيتي بايه؟ انت جبتيهم مع بعض؟ توأم صح؟ اشهد واسلم. ايه الاسمين الحلوين دول صحيح؟ مش عارفه. اسلم واشهد بجد. انا اول ما سمعتهم ايه الاسم الحلو ده؟ كان في الاول كنت عايزه جالك منين؟ الياس واليان. مامتي عرفت وهي وخالتي تمام فقالوا لي ايه لا طب الياس اوكي ممكن شويه. طب اليان ده ايه بقى؟ ده ولد ولا بنت ولا ايه جنسه؟ ايوه صح. وفعلا الياس حلو بس اليان ايه؟ بيتكلموا كتير لحد ما خلاص كرهت الاسم. طب جبتي منين بقى؟ بدور على اسم مع الياس. انا كان نفسي ان هم يكونوا كان تفكيري ان هم يبقوا الاسم مترابط
بس في يوم عادي كنت حامل في الشهور الاخيره وقاعده عايزه على الفيس، كان بيج كده سوريه وقاعدين يقولوا اسامي ولاد وكده بالصدفه معرفش، فلقيت دول اول كومنت كده في وشي. عجبوني قوي حقيقي. يعني اول ما سمعت الاسم، يعني اولا بحب الاسم المميز وحلو، يعني اللي هو كل الناس مثلا عارفاه، غريب سهل كده في النطق، عارفه اللي هو نفسي ان انا اسامي تكون عربيه وليها يعني معناها حلو، وفي نفس الوقت هو ما انساهاش، يعني اللي هو عايزه اقول لك ان انا بدات توأم زيك. انا بدات ببنتين توأم زيك. وعارفه قد ايه صعب، بس انا يعني انا جايباهم مثلا وانا 24 سنه. صعب قوي 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 جدا. صعب ان هو عارفه اللي هو انا قررت ان انا ايه، لا هاخد التجربه كده وحدي وانا ما عنديش خلفيه عن اي حاجه. احساس بقى ان انت طفله شايله اطفال. انا حاسه كده. انت كنتي بتبقي حاسه كده. فين بجد اللي هو ايه ده، انتوا ولادي انتوا مين؟ فبتبقي طول الوقت الموضوع حاساه غريب شويه. لا كان صعب جدا، صعب التعامل مع اثنين. انسان آلي لحد 6 شهور مثلا او 8 شهور. انا مدركه تماما النقطه دي، اللي هو انا فين؟ انا فين؟ انا انت عارفين ما كنتش عارفه نفسك فين اصلا. ايوه لا انا مسحوله كده. ما نفسي اصلا. انت مش موجوده. انا ما كانش في نفسي حرفيا اللي هو انا برضو ما فكرتش في نفسي مثلا، او انا عايزه اعمل ايه في نفسي اصلا. يعني بعدين لما كبروا شويه ايه ده؟ لا هو ما فيش نفسي، ما فيش. لا صعب بجد، لا صعب. طيب عايز اسالك على حاجه، ايه اكتر حاجه صعبه مرت عليكي؟ على فكره مش عايزه سؤال تمام، انا معاكي. لا عادي جدا. اكتر حاجه صعبه حسيتي ان هي بجد اللي هو دي اصعب حاجه في حياتي؟ ممكن اكتر حاجه اصعب يعني حسيتي ان هي اثرت عليكي قوي، او تعالي ناخدها من وقت، يعني من منظور الشغل مثلا، حاجه صعبه وقفت في طريقك وقت الشغل، فانتي اللي هو ايه ده، انا شغلي كده وقف، ايه ده، انا حياتي خلاص باظت، ايه ده، انا شغلي هيفشل مثلا. كان في حد معين في حياتي، يعني كان عارف ان انا مهم قوي بالنسبه لي سمعتي. تمام. وكان عارف برضه، كان متخيل ان انا اهم حاجه عندي شغلي، كان متخيل ان شغلي بالنسبه لي رقم واحد. بس انا شغلي بالنسبه لي يمكن اخر حاجه في حياتي اصلا، مش اول. بعد ولادي ونفسي واهلي وعلاقاتي مثلا اللي حواليا، شغلي اخر حاجه حرفيا. حلو قوي ان انت مدركه النقطه. لا ان هو ان هو كل الناس اللي احنا بنحبهم والمهمين في حياتنا اللي هم الاهل والولاد وكده، وبعدين الشغل يجي بعدين حاجه مهمه قوي وحلوه. كان متخيل انه مثلا شغلي، هو كان عارف ان سمعتي بالنسبه لي دي نقطه، يعني كان بالنسبه لي لا مهمه قوي شغلي. فهو حاول ان هو يتكلم عني على اساس ان شغلي يقع، ان دي انسانه مثلا وحشه. كلام كتير قوي فعلا، كانت فتره صعبه جدا. فكنت متخيله مثلا انه لا طب انا ممكن الناس فعلا تشوفني وحشه، بس عدت ده ما حصلش. بس كانت فتره صعبه اللي هو انت لا ما حصلش بجد. انت كنت شايفه في الوقت ده ان هو ايه ده، كل حاجه هتبوظ. يعني عاوزه اقول لك ان فعلا كان بيقول كلام صعب جدا، صعب يعني صعب قوي. مش متخيله ان حد ممكن يأذي حد بالطريقه دي. في ناس مؤذيه كتير جدا. بس عايزه اقول لك نقطه، يعني يمكن انا مثلا مريت بيها برضو، فكره ان حد يأذيكي قد كده بيبقى فيها جانب حلو. شفتي النقطه اللي انت قلتيها؟ لا هقول لك عشان انا بس مريت بالحاجات دي. لما الناس بتأذينا او حاجات بتوجعنا، بتلاقي ان احنا بنتعلم حاجات كده في الحاجات دي، او بنعدي بحاجات اللي هو بعرف ناس، بشوف حاجات، في حاجه بتبان قدامي اكتر، في حاجه مثلا بتبقى اوضح اكتر. بصي دي حاجه ما عندناش كده، اللي هو ربنا بيبقى دايما حاطط حاجه في الموضوع ده. مش يعني بشوف ان اصلا انت اللي قلتي حتى دلوقتي عدت. ايوه عدت، كل حاجه بتعدي، وكانت بالنسبه لي في الاول كانت صعبه، كنت بفكر فيها كتير، بس لو جت تتكرر حاجه شبه دي تاني لا هعرف اتعامل بطريقه احسن. هي دي النقطه، ان انت تتعلمي وده اللي احنا المفروض نكتسبه من الموقف الصعب لما بيحصل. ان حد قال لي خلي بالك الحرب مش دايركت على شغلك، انت الحرب دلوقتي على سمعتك، عشان في النهايه تبقى برضو جايه على شغلك. بس عاوزه اقول لك ان انا فعلا بالنسبه لشغلي
هو فعلا الحمد لله يعني، ده اكيد من كرم ربنا، ما تاثرش ولا حتى واحد بده. مع اني الصراحه انا كنت لا قلت خلاص يعني انا هعمل ده ليه؟ عشان اللي حواليك مصدقينك وعارفينك كويس. يعني الناس اللي احنا عارفينهم وبيحبونا مثلا بيبقوا مصدقيننا، فاللي هو مهما حصل او كده، فاللي هو انتوا ما تاثرتوش، انتوا عارفيني كويس، فانتي بتبقي هم مصدقينك قوي. انا عايزه اقول لك ان انا المفروض ان انا محضره كلام، بس انا حابه يعني الحوار رايح جاي بينا احلى كتير. ف طيب نرجع لنقطه كده. زمان وانت طفله بقى كنت بتحبي نفسك؟ ايه الحاجه بقى اللي كنت بتحبيها في نفسك؟ كنت دايما بشوف نفسي حلوه. طب دي حاجه حلوه، يعني انت نفسك اصلا كنت مصدقه نفسك. بس من امي بجد. كانت الداعم ليك. كنت كل ما اقول لها مثلا البس حاجه او خارجه اقول لها حلوه حلوه، تقول لي امشي وانت متاكده انت احلى واحده في الدنيا. كان عندها حته احتوائك. دي نقطه دايما بتكلم فيها عن الامهات، اللي هو انت يعني شوفي انت كبرتي اهو بتفتكري الجمله دي. طبعا تفتكري الجمله الحلوه اللي ماما قالتها لي. كل هي ناسياها بس مأثره فيكي. لا طبعا انا عمري. تعرفي لسه كنت عامله بودكاست على الموضوع ده يا جماعه. ولادكم الكلمه اللي انتوا بتقولوها الولاد بيحفظوها، بتفضل دايما مترسخه في دماغهم. شوفي هي الكلمه مظبطه معاكي قوي، اللي هو لا مثلا حلوه قوي ما يبقى في مقارنه بيني وبين حد، لا الاقي امي واقفه في ظهرك. ايوه فدي حاجه حلوه ان انت تبقي لما تحب بقى تضايقني تقول لي فلانه احلى منك. تستفزك. طيب امتى بقى يعني مثلا في حاجه حاجه حصلت معاكي مثلا وانت صغيره حاساها مأثره معاكي للنهارده؟ حد قالك كلمه ضايقتك مثلا زمان؟ لا مش كلمه، لان انا كنت هاديه جدا، كنت هاديه بطريقه مش طبيعيه. او موقف مثلا حصل معاكي؟ هو مش موقف، بس فكره ان بابا كان دايما مسافر. دي اكتر حاجه مأثره عليا الصراحه. دايما كنت محتاجه مسافر او محتاجه اكتر من اي حاجه. ما كانش مشكلتك هو بيبعت لي ايه او بيجيب لي ايه؟ هو حرام يعني. عارفه النقطه دي قوي بالنسبه لبنات كتير. عارفه اللي هو انا يعني قبل ما كنت بطلب الحاجه حرفيا كانت بتبقى عندي، بس انا ما كنتش عاوزه. بس ما كانتش دي مشكلتك؟ لا كان نفسي ان احنا يبقى لنا ذكريات مع بعض وانا صغيره. عارفه مجموعه كتير من صحابي، بس فعلا انا مفيش اي ذكريات بيني وبين ابني، ودي حاجه بتوجع. اكيد حاجه مخليه ممكن ان احنا نتصادم دايما بنتصادم حاليا، لان هو مش عارف انا بفكر ازاي، انا ايه اللي انا عاوزاه، او ما عادش معاكي طفولتك ولا عارف انت اتكونتي ازاي او شخصيتك اتكونت ازاي او ايه اللي مريتي بيه. وانا برضو اللي هو مش عارفه رد فعله ايه في موقف معين او كده. لا انا مش عارفه رد فعله ايه، مش عارفه هو هيفكر ازاي. ممكن اوصل لفكره ان انا مثلا مش عارفه اسيب له، اروح له اقول له بابا انا عندي مشكله كذا كذا، انت ايه رايك؟ لا مفيش. ما انتش قادره من جواكي تعملي؟ لا مش عارفه، ما عودتش على ده. ايوه وكمان عايزه اقول لك ان الابوه كمان بتكون بالتعود، مش زي الامومه، احنا امهات خلاص بالفطره. ايوه طبيعي. الابوه لا بالتعود طبعا. حقيقي ودي حاجه بتوجع يعني. انا اعرف بنات كتير الموضوع ده اثر عليها قوي حنين جدا بجد. وهي ايا كانت وقتها الاسباب اللي خلته يعمل كده، بس هو انت كبنت بتبقي محتاجه وجوده، وانا ما كنتش محتاجه ان انت تجيب لي كذا كذا كذا. هما دي مشكله، بس هم مش بيبقوا فاهمينها قوي، اللي هو انا بجيب لك كل حاجه، يعني انا مش حارمك من حاجه، بس انا عايزاك انت. بصي وانا برضو فاهمه الاوقات، مثلا انا ما اعرفش هو كان اصلا انت مش فاهمه ظروفه وقتها. انا ما اعرفش وقتها كان ايه يعني. ايوه ظروفه اضطرته ان هو يسافر او كده، بس هو انا كبرت دلوقتي وفاهمه ان في ضغوطات بتجبرنا ان احنا نتخلى عنها. بس يعني مش هتفضلي بقى طول الوقت ان انت لا انا زعلانه منك، انا لا مش هكفي نفسي في الدايره دي. اكيد بقى خلاص. وبعدين انت فعلا كبرتي، واللي هو انا عارفه ان انت ممكن تكون اتحطيت في ظروف او اتحطيت تحت ضغط ما يعني، فهو وصلك لكده. ايه الحاجه اللي ممكن تنزل بنفسك؟ لا هو للاسف ان انا مش بعيط مشكله ابدا. ايه الحاجه بقى اللي للاسف اثر فيكي فجاه دموعك تنزل؟ لا هي مش للاسف على فكره، هي مش للاسف، بس ايه الحاجه اللي انت مثلا؟ لا هي حاجه وحشه عشان انا ما كنتش كده من كتر الموقف. لا انا بصي عارفه بنسمع عن هو بيقولوا ايه دموعها نشفت. ده مش مثل او دي مش كلمه بتتقال. حسيتي
لا انا فعلا يعني انا فعلا حصل لي كده. ما بقتش عارفه اعيط. عيطت خلصت النوم والله خلصتها. ما بقتش قادره. خلصتها فعلا. أيوة. ممكن بصي في موقف اللي قدامي كلهم قاعدين يعني خلاص منهارين وانا مش قادره. خلاص ما بقاش عندي اللي هو الاوبشن ده. عارفه انا الحته دي قوي. خليني اعيط ان انا اكون خلاص يعني مثلا حصلت او كده، ايه اللي ممكن تخليكي تعيطي؟ خليني اعيط انه لما بيكون في حاجه خلاص اللي هو انا في ظلم ليا. اتظلمتي قبل كده؟ ايه؟ اتظلمتي. الحمد لله. الحمد لله. بجد والله اتظلمتي كتير. بصي انا ما بحبش ان انا ابقى في دور مكسوره الجناح. تمام، بس يعني كسؤال انت اتظلمتيش فاهمه؟ بس اتظلمت. بصي هو ممكن مش كتير بس اتظلمت في نقط صعبه. فاهمين؟ في نقط ما ينفعش اصلا الكلام عليها ذنب. اتظلمت في النقط دي ان انت تتكلمي عليها. لو انت بتحكي عليها بس لصاحبتك فانت كده شلتي الذنب. حاسه ان في النقط كبيره قوي يعني. بس لا في حاجات صعبه. طيب انت لما مثلا بيحصل معاكي ظلم او حاجه بتضايقك او ايا كان، يعني حتى لو موقف بيوجع، بتجري على مين؟ مين اللي ممكن تجري عليه في موقف زي ده؟ مش عارفه، ممكن ابان محن شويه. لا عادي يعني قولي. لا هو الصراحه مش حد تاني خالص بجد. بيفهم بجد. هو بيسمع. نقطة مهمة أوي، حتة يسمع دي نقطة مهمة. بيسمع أوي 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 أوي. وبيبقى مصدق، حاسس بيك. أنا لو قلت له إنك أنت طايرة هيقول لي أنا شفتك أصلا. أنا شفتك وأنت بتطيري. طيب قبل أحمد بقى مين كان في حياتك ممكن؟ للأسف ما كانش. ما انتيش صحاب؟ لا بصي تعالي نتكلم من منطلق الصحاب اللي هو حد قريب قوي. احنا كلنا عندنا صحاب خالص. حرفيا بجد خالص. حد اللي هو تقعدي معاه قاعده كده اللي هو أنا ممكن من وقت ما ابتديت ان انا ابقى مدركه ومستوعبه اللي حواليا ان انا بدور على حد ان انا اثق فيه 100%. وواحد اللي هو فعلا. بصي هقول لك حاجه، انا انسانه رغايه ولما بكون زعلانه بتكلم. وبعد ما بتكلم ببقى عاوزه ابقى واحد. بجد انا برج الجوزاء. طيب يعني هو انت بحتاج دايما حد جنبي. انا ما بعرفش ان انا حتى بعد ما انفصلت وكده وبابايا كان شايف لا ما تتجوزش. وانا كنت محتاجه برضو وقت ان انا اهدى والكلام ده كله. بس انا عارفه في النهايه انا عارفه نفسي انا ما ينفعش، انا ما اعرفش اعيش لوحدي. وده حقك. انا شخصيتي كده. ده حقك. وانت عارفه نفسك وعارفه دايما عاوزه يبقى ليا صاحبه دايما. ودي اللي ما لقيتهاش. لا للاسف. في ناس كتير في حياتي بحبهم وبجد بحترمهم جدا. على فكره فاهماكي قوي في النقطه دي. لا يبان لينا يعني يمكن انا شخصيه شبهك شويه في الموضوع ده، ان انا يبان ان الناس كلها صحابك وان انت رغايه وان انت تتكلمي وعندك علاقات بس ما فيش الشخص اللي هو نفسي ان انا اقعد مع حد عارفه لما تحكي وانت من غير حدود. وانا مش بفكر ازاي. ايوه هي دي النقطه. مفيش حد بصراحه بعمل معاه كده غير احمد. ما حصلش خالص بجد للاسف. ربنا يخليك. هي دي النقطه اصلا بتبقى صعبه قوي في اي حد. كانت اهم حاجه بالنسبه لي في الحد اللي يعني كل حاجه حياتي ان هو يسمعني. ربنا يقدر الصراحه. ويا رب بس يفضل مكمل للسبعين عشان حاجات الستات دي مش بتخلص اصلا. حاجات الستات دي مش بتخلص. طب انت بقى لما حصل موقف اهو زعلتي بتعرفي تفصلي؟ جدا. ثانية. بتعملي ايه؟ ثانية. اقسم بالله انت ممكن اصلا يعني تتفاجئي ازاي انا بعرف افصل. بصي بتعرفي تفصلي، دي صفة مهمة في الحد الناجح. لا هو مش نفاق، انا بشوف ان هو انا بقدر امشي بس خلاص يعني موقف حصل وخلص. دي النقطه من انت فاهمه يعني فاهمه جزء من حقيقه الدنيا. ما ايوه اصل خلاص والله غلطانه اعتذر الموضوع اتقفل.
انت مش من النوع برضو اللي هو ايه، يعني مثلا حصل مشكله عند فلان وفلان وفلان فبقعد اتاثر وانت شبهي قوي في الموضوع اللي هو بيبص لك لو انت برضه. انا ما بحبش اشيل نفسي الصراحه، ما بحبش النكد. لا عارفه ما بحبش النكد. بس في نقطه بقى اللي هي الثانيه اللي هي ايه بقى، يا جماعه كل واحد ليه حدوته، يعني سيبوا كل واحد يعيش حدوته. يعني انا هزعل وانت هتزعلي وانا هفرح وانت هتفرحي، فانا لما ازعل لك وازعل لفلان وازعل لفلان طب انا يعني هفرح امتى يعني؟ لا بصي، هو انا برضو ممكن لو حد عزيز عليا عنده حاجه اكيد، ما هو اكيد هتاثري، فاهمه؟ بس الحاجات اللي هي ايه يعني، بس اللي هو مش كل ما حد هيقول لك موقف فاهماني، رايحه من البيت مثلا سمعت كلمتين مش الطف حاجه، نازله الشغل ما لهمش ذنب. انا بدخل بحب ان انا ادخل البيت خلاص، يعني انا فاصله حصل الشغل ده اتقفل. ممكن ايه بقى خلاص خدت شاور وقعدت واكلت تمام، ممكن بقى ان انا احكي، فاهماني؟ بس انت بقى هنا بتقومي بدور الام بقى. ايوه طبعا طبعا. انت شايفه بقى ان انت ام ناجحه ولا مقصره؟ ايه السؤال الصعب ده؟ لا بس احيانا ان احنا بنواجه نفسنا كده بكذا سؤال، يعني حتى لو انا ببقى مقصره في حاجه بحاول ان انا اقول ان انا مقصره في كذا مقصره في كذا. ف اكيد ان الشغل مثلا بياخد جزء من وقتنا لاولادنا وكده. هو كل يوم بيصحوا الصبح يقولوا لي ماما النهارده اجازه صح؟ لا يا حبيبي صح، معلش ممكن تاخدي اجازه. عايزينك. بصي هم في سن مش مدركين النقطه دي، لسه 6 سنين هم مش مدركين ان ده خلاص. هم عاوزين ماما اللي بتقعد في البيت عشان تعمل لنا حاجه حلوه مثلا، او تاخدنا تخرجنا، او تقعد معانا نضحك نهزر. هم عاوزين ماما دي دلوقتي. انا جربت بعدين بقى بعدين بقى ايه، نبقى نشوفوا ماما اللي بتعرف تتعامل وبتفهم في كل حاجه. انا بدي ما دي انا بقول لك بقى، انا دلوقتي مثلا بناتي كبروا شويه فاللي هو بيبقوا مبسوطين وباخد رايهم وعملنا كذا بقى في لغه حوار بيننا عن الحاجات اللي انا بعملها، فدي بقت حاجه بسطهم ايه ده. النقطه دي تختلف مثلا، فاهمين؟ بس انا بحس ان ولادي ايه، يعني مثلا عارفه انت الراجل المصري الاصيل طبيعي ده ولد اكيد واحد عنده غيره كده على ماما. اكيد انت لابسه ده حبيبي انت 6 سنين انت بتنزلي الصوره دي طب يلا نتصور. انت عنده حته غيره على ماما. ماما انت اكلك حلوه قوي، اعملي لي كذا انا بحب ده، فاهماني؟ فبحسه قوي كده من صغري. عنده حته لا مش كده قوي. بس يمكن لما نكبر شويه وهم كل واحد فيهم بقى ينشغل في حياته وفي شغله هتدركي ساعتها اللي هو انا عملت الصح لان انا واحده ما بحبش اقعد. بصي هقول لك حاجه، انا بصراحه مش قادره ان انا احدد هو انا مقصره ولا مش مقصره. بس انا في المجمل انا دايما ببقى عاوزه اعمل لهم احسن حاجه، دايما مش عاوزه ان انا يعني يبقى في جانب مش عندي. بتحاولي، فاهماني؟ طول الوقت بتحاولي، طول الوقت وعلى فكره ده صراع بيبقى ضاغط عليكي طول الوقت. يعني دي حاجه انا فاهمها قوي، اللي هو طول الوقت انت بتفكري هساعدهم ازاي، طب هوفق ازاي، طب هعمل ايه. وطبعا طول الوقت انت بتفكري في شغلك وفي البيت وفي الولاد، وده ضغط غير طبيعي. هي الصراحه ماما شايله عني كتير غير طبيعي، يعني بما اني عايشه معاها يعني دلوقتي حتى لو ما كنتش معاها بجد برضه كانت شايله عني. ربنا يخليك. فبس انا مش عارفه احدد انا مقصره ولا مش مقصره، فاهماني؟ بس انا طول الوقت دايما ببقى مخليه بالي قوي من تصرفاتي، حتى لو الكلمه اللي بقولها قدامها ببقى واخده بالي منها كويس قوي. انا مبسوطه باللي انا واصله بيه معاهم، فاهمه؟ يعني حاسه ان احنا صحاب، عندك شويه رضا جواكي اللي هو حاسه ان احنا صحاب، وحاسه ان هم يعني مش عارفه عشان انا مامتهم ولا هم كده بس دايما بشوفهم يعني حته حلوه قوي ان انت يعني الصحاب. جمله حلوه، بشوف ان هم محترمين قوي، مبسوطه بتربيتي. مش مثلا ان يكسفني قدام حد التصرف زي الاطفال. حلو قوي. لا احنا بمجرد ما نكون رايحين في مكان احنا اوريدي قبل ما بنخرج احنا متفقين هيحصل 1 2 3 زي ما هو ملتزم انا ملتزمه قبل، فاهماني؟ ده اللي هيحصل. حلو، يعني انت حاسه ان انت لا انا اديت الجانب التربيه حلو قوي بالنسبه لك. انا مبسوطه بده بجد، قادره ان انا فعلا اتعامل معاهم، بيحترموا كلامي قوي رغم ان سنهم صغير، وانا كمان بحترم كلامهم.
برافو، دي نقطة مهمة بقى الصراحة. دي نقطة مهمة بقى. يعني انت عاملة فيه اللي هو لا انت زي ما احنا، انت هتحترمني انا هحترمك، يبقى في حتة اللي هو يعني مش انا الام المتسلطة. لا خالص. حتى لما يعرفوا ان مثلا في حد بيضايقني ما بيحبوش يجيبوا سيرته قدامي ولا يتكلموا عنه. ما بيحبوش يضايقوكي اصلا؟ لا ما بيحبوش يضايقوني، انا كمان ما بحبش اضايقهم. طب الناس اللي بتحبيهم بتحسي بايه يعني ايه الحواجز اللي ممكن تكون بينك وبين حد بتحبيه تضايقك؟ الحواجز اللي بتكون بيني وبين حد انا بحبه على حسب الشخص. يعني ايه الحاجة اللي ممكن تضايقك في شخص بتحبيه؟ على حسب الشخص ده مين، حد من مثلا انت هقول لك يعني صحابي. حواجز ان انا ما بقاش واثقه 100%. انا الصراحه حته اللي هي حته دايما بتتكلمي فيها. لا دي عندي مش سهله ان انا ابقى واثقه فيها 100%، واثقه في افكارها وفي تصرفاتها. مش سهله افكارها ان انا واثقه انا هحكي لها ايه هيجي بعد. انا واثقه في النقطه دي. حته الثقه لا دي صعب، مش دايما حته. عايزه اقول لك ان احنا السلوجان الشعار بتاع البودكاست بتاعي هات حته من قلبك. هات حته من قلبك. ليه انا قلتها؟ عشان لما انا بتكلم معاكي وبتطلعي كلام انت اصلا مش بتبقي مرتباه او كده، فانت كده بتديني كلام من قلبك. فبما ان السلوجان بتاعنا هات حته من قلبك، فانت لما تدي حته من قلبك تديها لمين؟ لو انا قلت لك هاتي حته من قلبك تديها لمين؟ لا هقسمها 2 واديها الاشهد اصلا. برافو. طب تديهم ايه من قلبك؟ ايه اللي جواكي ممكن تديه لهم؟ كصفات؟ لا كصفات يعني كالحاجات اللي في صفها الحلوه اللي انت حابه تديها ليهم. ازاي انا اشوف حاجه حلوه فيا؟ طيب لا اكيد احنا بنبقى مصدقين الحاجات الحلوه جوانا. انا ابقى شايفاها بس ممكن ما تبقاش عندي. تحبي بقى يعني انت تحبي ان هي تكون عندهم ايه بقى؟ يعني هي مثلا عندك وانت حباها يعني، فبتشوفي ان انا لو شفتها في ولادي هبقى مبسوطه قوي. بصي هقول لك حاجه، انا دايما بقول حاجه وما اعرفش يعني تطلع مني كده، لما يكون عندهم امانه في حياتهم كلها. الشخص الامين امانه التعامل. امانه. بصي الانسان الامين بيبقى امين في كل جوانب حياته، في كل جوانب تعاملاته. حقيقي فاهمين. فكره نقطه مهمه جدا. يعني حتى في الشغل انا اختي معايا في الشغل فتقول لي ايه، بصي فلانه دي اوبا برافو استاذ انا كان معايا مش مشكله. لكن اختي معايا في الشغل فتقول لي مثلا ايه، بصي فلانه دي كويسه بس النقطه عندها نقطه كده معينه فاهماني، لا ما بحسهاش امينه. بتقولي مثلا فلانه دي لا مش حاسه انها امينه في جانب معين. لا يعني الانسان اللي عنده امانه في جانب فكل الجوانب عنده امانه. الانسان الناقص حته كده تقولي لا ده ما عندوش امانه في كذا. لا برافو ان انت مدركه الحته دي. اقول لك لا مش لما كان بيجيني حياتها لا في كل جوانب شخصيتها هي مش امينه خلاص. دي النقطه بقى اللي كنت لما حد يجي يشتغل معايا اقول لها بصي انا مش مشكلتي خالص امانه الفلوس والكلام ده، دي حاجه بديهيه، لكن امانه التعامل في امانه الاحترام، امانه التعامل ان انت تحافظي على المكان اللي انت فيه، تحافظي عليا انا شخصيا، تحافظي على اسراري على حكاياتي. فدي امانه تعامل، ان انت يبقى عندك امانه في كل حاجه. مش مشكلتي خالص امانه الفلوس، ان دي شيء بديهي. فكنت دايما بتكلم في النقطه دي. انا نفسي الصراحه. برافو يعني نقطه حلوه قوي ومبسوطه ان انت قادره ان انت تدركيها لاولادك. بجد يا صفا يعني وانا بتكلم معاكي حاسه ان بكتشفك يعني لو بتقولي كلام بجد بسطني قوي، ومبسوطه ان انت في السن الصغير ده ومالكه كده. في نقطه بقى بما اني بقول مالكه، ايه الحاجه اللي انت حاسه ان انت مالكاها؟ حاسه اني مالكاها ازاي؟ يعني حاسه ان انت يعني ايه؟ يعني انا مثلا اقول انا مالكه نفسي، انا كماها بحس ان انا مالكه نفسي، قادره ان انا اتحكم مثلا في نفسي في مشاعري بقدر اعمل ده زي ما انت قلتي مثلا من شويه. انا بقدر افصل، بقدر ان انا مثلا يكون عندي موقف معين كبير بقدر ارد فيه، بقدر اتصرف. يمكن ده ما كانش زمان خالص. فاكيد انت يعني انا بستنتج ده من المواقف والحاجات اللي انت حكيتيها ان انت اكيد حاليا يعني مالكه نفسك. تقدري تقولي كده على نفسك؟ مش ممكن، مش 100%، شويه لسه.
شوية لسه، عشان أنا يعني وقت ما بكون متضايقة بس حاجة كبيرة شوية، لا مش بحس ان انا ليكي وقعات اللي انا مش عارفة اسيطر عليها، ان انا عاوزة ابقى وحدي. انا دلوقتي حالا عاوزة ابقى وحدي دلوقتي حالا، مش قادرة ابقى مع حد. بس دي النقطة اللي بحب الناس مثلا تكون عارفاها، ان احنا برضو لينا وقعات. يعني احنا بنبين قدام الناس، يعني دي مشكله في كل الناس اللي على السوشيال ميديا اصلا، اللي هو دايما بنبين لهم اللي هم بيبقوا شايفين صوره حلوه، مكان حلو انت عاملاه، عندك كذا وكذا وكذا، هم بيبقوا باصين للصوره دي، وخلي بالك مش بيبصوا للوقعات. عمر حد هيدرك ان انت في جانب تاني. انت احيانا بتمثلي ان انت مبسوطه. بمثل يعني مثلا ممكن تكوني مثلا في حاجه حاصله فانت متضايقه قوي فتبيني ان انت مبسوطة؟ لا بيبان عليا جدا، حتى لما بكون متضايقة بتلاقيني مختفية. مش انت من النوع ده؟ مش بنزل حاجة مش موجودة. صعب او مستحيل ان انا اقدر اعمل. ما تعمليش كده، ولا حتى مثلا السوشيال ميديا، ولا حتى في حياتي العادية. انا متضايقه، يبقى انا متضايقه، يبقى انتوا كلكم تعرفوا ان انا متضايقه، العالم كله عارف ان انا متضايقه. هو باين على وشي. اصل في ناس مثلا من الناس اللي على السوشيال كده، اللي هو مثلا تلاقيها منزله ستوري مبسوطه قوي، وانا شخصيا هعرفها يا حبيبتي، ده انت يعني لا خالص. انا عارفه مثلا عندك ايه، فانت ايه اللي انبسطتي؟ دي مشكله بقى بالنسبه للبنات اللي بيتفرجوا عليها. لا خالص، بيبقوا شايفين طول الوقت دي مبسوطه وبس، والدنيا عندها ايه واو ومش عارف ايه، فدي بتبقى مشكله. ايه بقى الكلمه اللي تقوليها للبنات اللي بيتفرجوا عليكي بقى، اللي هما طول الوقت شايفين صفا بقى والستوريز بتاعتها والحاجات الحلوه اللي بتعملها والمكان الحلو بتاع، ايه الجانب اللي هما ما يعرفوش؟ المفروض تقول لهم ايه يا جماعه؟ في جوانب تانية كتير، حابه ان انت تقولي لهم النقطه دي. كتير قوي، مش جانب واحد بجد. اللي هو مش كل حاجه حلوه نصدقها. لا طبعا مش كل حاجه حلوه نصدقها. بصي هقول لك حاجه، لو مثلا حد شايف صوره حلوه مع ولادي، او شايف مثلا قد ايه ولادي مثلا مؤدبين وحلوين، ما صحيوش كده الصبح يعني، هو لا في حاجات كتير وصلتهم لكده. انا ضاغطه نفسي، انت متخيله؟ انا عمري ما ضربت، عمري ما كان ده اسلوب مثلا. على فكره انا كده برضه ما بحبش الاسلوب ده خالص. ده مش سهل ان انت تربي طفل وانت محافظه على انفعالاتك 100%. مستحيل يكون سهل، اكيد فاهماني؟ فما تشوفيش مثلا قد ايه هما كيوت ولطاف وحلوين قوي، ان في قصه تانية انتوا ما تعرفوش. مثلا في علاقتي مع حد، انت ما تعرفيش انا اتغاضيت عن ايه مثلا في الشخص ده، او الشخص ده اتغاضى عن ايه برضه فيا، عشان علاقتنا تبان جميله. يعني احنا كلنا لينا عيوب. اكيد طبعا. يعني لو انتوا دايما بتبصوا للجانب الحلو ليه؟ لا طبعا. هو انا مثلا كصافه فيها عيوب، انا كمان فيها عيوب، انتوا دايما شايفين الحاجه الحلوه. ايوه انا عايزه زي فلانه، انا عايزه الصوره الحلوه. طب ايه؟ انت مش عارفه القصه الثانيه على فكره. مستحيل يكون الناس، مش كل الناس هتشوف ده. البنات انا بشوف المشكله مش الناس، البنات الجديده، الجيل اللي طالع متاثر قوي بالبلوجرز وبالناس اللي طالعه وعايزه تبقى كده، عايزه تصحى الصبح تبقى كده. على فكره حتى ده مش سهل، يعني اللي هو دي النقطه اللي بتكلم فيها. مش سهل ابدا. اللي هو مثلا يعني مثلا قعدتي على مكتبي النهارده دي ما كانتش سهله. انا النهارده انت بصي لي النهارده عندي يا حبيبتي، انا وصلت هنا امتى؟ انا مثلا واحده مثلا بشتغل عندي مثلا داخله في 8 سنين واكتر، شفت ايه بقى خلال ال8 سنين دول عشان اوصل لهنا، ولا زلت بشوف ايه. مش سهل خالص. حتى انا لما بشتغل معايا حد اكبر مني بحس ان في بعض النفوس اللي مش سويه قوي، اللي هو طب انت ليه هنا؟ انت صغيره. انت ليه هنا وانا هنا؟ هي دي النقطه. ليه انت صاحبه الشغل وانا شغاله معاكي؟ ليه؟ فاهمين؟ بتقابلي بقى مشاكل كتير مع الستاف بتاعك دايما جدا. لا انا عارفه، انا اشتغلت اصلا يعني انا عايزه اقول لك ان انا شخصيا حاليا يعني ما بشتغلش مع حد، اللي هو اخده كده والله العظيم يعني من كتر المشاكل اللي حصلت الفتره اللي فاتت. انا شغلي لا ما تنفعش بحتاج حاجة. والله وانا حتى كمان بحتاج، بس عارفه اللي هو ايه يا جماعه سيبوا لي اجازه بجد من كتر الحوارات. من كتر الحوارات انا بكون مرتاحه في الشتاء والله العظيم. يعني احنا في الشتاء الدنيا هاديه، فانا مرتاحه وما عنديش عدد كبير. بجد البنات حواراتها كتير جدا. هم البشر عامة. يعني البنات بالذات زي ما انت قلتي مثلا اللي بصوا لك واللي عندها حكايه واللي انت اصلا بتبقي مضغوطه وعندك فاللي هو يا جماعه سيبوني في حالي، لو عايزه اركز في شغلي اصلا يعني مش فاضيه لكم والله.
طيب عشان برضو ما اكونش طولت عليكي، انا عايز اسالك سؤال. امتى بتشوفي ان الاعتذار ملوش لازمه؟ لما اكون قايله ان دي حاجه تجرحني وتحصل من غير، مش هقولك عن قصد ان هي تجرحني مثلا، بس تحصل وانا الشخص ده في وعيه الكامل وهو مدرك ان دي حاجه ممكن تضايقني، بس هو بتقولي الحاجات اللي بتضايقك الاول. يعني انا مثلا، انا واحده من الناس بعمل ايه، انا بقول لك الحاجه مره والتانيه التالته مش هتلاقيني شايفاكي قدامي بالظبط. فانا في وقتها الاعتذار بالنسبه لي لا، ايه اللي تعدل. بس اللي هو انت بتحذري، انت من الشخصيات اللي بتحذر. ايوه بحذر، حصل حاجه خلي بالك دي ضايقتني. يعني مش اللي هو بتاخدي موقف على طول. لا خالص. تمام، يعني انا قلت لك النهارده دي زعلتني، تاني مره زعلتني، خلصت بعد كده. ايوه انا ممكن اوريدي هي اصلا انا شخصيا بحس ان انا مش شايفاكي كذا موقف، وعلى قد غلاوه الشخص، على قد غلاوه الشخص، على قد ما يعني ممكن العتاب علاقتي بيه عاديه ممكن اقولها 5 مرات ما يهمنيش، بتبقى مش هين عليكي. شخص علاقتي بيه قويه، لا من قلت مره الثانيه يعني الثانيه الثالثه خلاص. انا شخصيا بحس ان انا مش شايفه اللي قدامي. لا انا فيا الحته دي بقى مشكله، يعني وتوجعهم بقى، اللي هو انت ازاي مش بتعامليني كانك مش شايفاكي. لا بالنسبه لي مش بحبش، لا خلاص دي حاجه بتضايقني، فالمفروض ان انت عارفاها، فانت هي احترام لمشاعر. صحيح حقيقي. طيب مين اللي بتعتبريه خط احمر في حياتك؟ عند ده وستوب، ما حدش ليه دعوه بيه. ولادي، مش اي حاجه، ولادي وبعدهم امي. هنا وما حدش ليه دعوه. طبعا محدش يتكلم. لا ولادي، بس انا عاوزه اقول لك ان انا عندي مشكله معاهم، ان انا قلبي ضعيف قوي من ناحيتهم. يعني لو واحد فيهم تعبان انا بتقعي، مش ببقى موجوده، بس ببقى مجرد صوره بتتحرك. بس في نقطه بقى في الوقت ده بتبقي لازم تكوني انت الظهر طول الوقت قلقان. طبعا لازم تقدري ان انت تتعاملي، دي نقطه الصراع بقى بالظبط كده، انت تبقي حاسه ان انت بس انا بالنسبه لي بجد انا نفسي يبقى قلبي جامد شويه من ناحيتهم. ممكن يكون اصلا شخصيتي مش كده، بس باجي لعندهم بس بتشوفي نفسك بتقفي لما يبقى موقف بجد، بتقفي بتقدري توقفي، بس انا موجوعه. ايوه طبعا بتقدري، بس وانا من جوايا منهارة. انا نفسي قلبي، عارفه دي نقطه اللي انت مالكه نفسك بس انت مش عارفاها. ان انا ابقى في عز الموقف، ما هو المفروض ان انا اكون واقعه ومنهاره، انا باينه قدامهم ان انا متمالكه، بس انا واقعه من جوه. لا انا مش منهار قدام. فانتي واقعه من جوه، بس فكره بجد مش سهل ان انا اقعد اتكلم مع حد الكلام رايح جاي بجد. لا مبسوطه شخصيا على المستوى الشخصي ان انا قادره ان انا الاقي حد بيتكلم حلو كده، يعني بجد. انتي شخصيات مالكه حاجات كتير ونقط كده، حباها، انا حباها في التعامل، ويمكن ده جانب ناس كتير ما كانتش تعرف عنه. انا شخصيا لسه بعرف. فحلو قوي ان احنا نوضحه للناس، وحلو قوي نوضحه ان احنا نوضح ان صفا ليها جانب تاني انتوا مش شايفينه، مش كل حاجه بتشوفوها على السوشيال هي دي حقيقه. لا احنا في حاجات تانية بنبقى مجمعينها في حته انتوا مش فاهمينها، وفي حاجات كتير بتحصل انتوا مش بتبقوا عارفينها. مش كل حاجه بتحصل قدامكم هي اكيد طبعا. فتحبي تقولي ايه بقى في الاخر؟ جمله قوليها لي بقى، بما ان احنا خلصنا. عارفه ان انا بس انا بجد عايزه اقول لك ان انا مش خلصت بجد، حاسه ان انا عايزه اتكلم معاكي تاني، ويا ريت يبقى لينا كلام تاني. حاسه ان احنا ما اتكلمناش، حاسه يعني في مواضيع عايزين نتكلم فيها ان شاء الله. فقولي لي جمله كده ننهي بيها الكلام مؤقتا. جمله بصي افكر معلش. لا يا حبيبي فكري براحتك، يعني قولي لي انطباعك عن القعده بتاعتنا. انطباعك يعني؟ مبسوطه قوي، حاسه اني مش قاعده في مكان وحد بيسالني سؤال مثلا، لا انا حاسه ان انا مرتاحه. برغي عادي جدا. مرتاحه، وانا حبيت ده بجد. تعرفي ان دي من الحاجات اللي كانت اسباب الكبيره اللي خلتني اعمل البودكاست، ان انا بحب القعده دي. يمكن عشان بس انا لما اشتغلت كان بيجي لي صحابي والناس ونتكلم وبتاع، ودي حاجه من اللي خلتني ان انا اعمل البودكاست، اللي هو طب ما نرغي، يعني طب ما نتكلم، طب ما نعمل
البودكاست بتاعنا يعني ما احنا بنتكلم كده. ففكره حلو قوي حابه الموضوع، وخاصه الناس اللي زينا اللي هم الناس بتبقى شايفه لهم شكل تاني، ما بيعرفوش حاجات كتير عنهم. فببقى حابه اللي هو يا جماعه شوفوا في حته تانية على فكره انتوا مش عارفينها، والناس اللي بتحبنا يعني. دي بقى النقطه اللي احنا بنقولها للناس القريبين اللي هم اصلا مش موجودين. فاللي هو لما تبقي منهاره من جواكي قوي باينه للناس. انت عارفه لو بتتعاملي مشهد واصلا تعبانين اللي هو تعب مثلا عادي، قعدوا تعبانين اسبوع، انا بقعد بعدها اسبوعين حرفيا تعبان، ممكن اكتر من على حسب بقى بتحاولي تقومي من الموضوع اصلا. والله على حسب الموقف بجد، على حسب الموقف. فانا نفسي فعلا قلبي يكون جامد شويه من ناحيتهم. هو عمره هيجمد، هما حته منك عمره هيجمد. هو ممكن تقوي شويه، ان انا بفكر ان انا ما اجيبش ولاد تاني بسبب شعوري ده. لا هو مش الفكره في كده، بس ده مسيطر عليا ازاي؟ لا بس هقول لك فكره، هي المشكله بس ان احنا بنحس ان احنا ضعاف قوي قدام حته مننا. ايوه انا يعني بجد النقطه دي اللي هو ممكن تبصي لي كده اللي هو انت وترجعي كده، لو حصل له بس كده خدش تلاقي نفسك وقعتي حرفيا من جوه خالص. احساس الامومه احساس صعب. يمكن احنا لما كبرنا شويه بقينا فاهمين. يمكن انت زمان مثلا ما كنتيش تفهمي خوف امك عليكي، ما كنتيش تفهمي كل الكلام ده. النهارده انت اكيد مدركه كل ممكن زمان ممكن بقى مع نفسك بقى تفتكري. ايوه طبعا حاجات ومواقف كتير. بس انا دلوقتي يعني مثلا لما بختلف معاها اول حاجه بتيجي في بالي هي خايفه عليا بس بطريقتها. ايوه دي حاجه انا دي نقطه بقى تقوليها لكل البنات بقى. بجد اللي هو يا حبيبتي ماما خايفه عليكي ايا كان. دايما اهالينا فعلا خايفين، وان هم اكتر ناس خايفين عليك، اكتر ناس خايفين عليك. بيعبروا بطريقه، كل واحد بيعبر بشخصيته. يعني بصي انت النهارده بتبصي رد فعلها بقيتي فاهماها عشان انت بقيتي ام. طبعا. فاللي هو انا دايما لما بتيجي بنت مثلا تحكي لي مشكله او حاجه، بص حبيبتي هي خايفه عليكي، بس هي ممكن مثلا مش عارفه طريقتها تكون متناسبه مع الموقف شويه. او يمكن مثلا برضو احنا عندنا نقطه الامهات برضو زمان، مش اللي هم زمان قوي يعني، انا برضو ام مش من قريب، بس فكره ان هم كان عندهم حاجات امهاتهم طلعوا عليها، فهم طلعوا عليها حاجات ناقصاهم كده شويه، بس ده بيبقى غصب عنهم. ايوه غصب عنهم غصب. او كمان برضو بتحكمهم احيانا التقاليد والبلد اللي هم فيها وكلام الناس، وفلان قالت وفلانه ضغطت عليا بالكلام وكنت قاعده في الحته الفلانيه ففلانه قالت لي كذا، ده بيأثر شويه. فاحنا بنحاول على قدر الامكان نكون امهات كويسين. عايزه اقول لك انا مبسوطه قوي بالكلام معاكي والله. وانا بجد يعني حاسه ان انا عايزه اتكلم معاكي اكتر، بس احنا كده تمام قوي. بس جمله اخيره بقى، شكرا ليكي بجد، شكرا ان انت كنتي موجوده معايا وتحملتي قعدتنا في الضلمه والحر ده بجد. مبسوطه قوي. اتمنى ان احنا نقعد قعده كمان ان شاء الله. ومبسوطه. نكمل وقت تاني ولا ايه؟ لا عادي مفيش مشكله، بس على فكره هنصور ازاي؟ ممكن نصور على دور الشموع. بجد